خليه يريح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، نقوم الآن بتوزيع بعض الإغاثة في مخيمات إخواننا النازحين من سوريا. وقد وجدنا أن هناك كنيسة باسم الدين تستغل الضعفاء والجهلة وتوزع عليهم الأناجيل وقصص الأطفال. هيدا كلام مش مظبوط. 29 قصة من الكتاب المقدس بحجة أنهم من يريد أن يأخذ. في سوء فهم يا حضرة الشيخ. يقولون لهم هذه هدية، إن أحببتم أن تأخذوها فخذوها، ويعطونهم بعض الحرامات وبعض المساعدات البسيطة. والناس هنا لجهلهم ولقلة حاجتهم أو لكثرة حاجتهم يستغلونهم هؤلاء. انظروا هذه بعض الكتب التي جمعناها من هذا المخيم، ويقولون أنهم ماذا؟ ليس على سبيل الإكراه، ولكنهم يعرفون أن هؤلاء لا يعرفون شيء. انتوا شو يا ولاد؟ مسلمين. انتوا شو؟ مسلمين. طيب، لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من يدافع عن أهل السنة الذين يحاولون هؤلاء استغلالهم. هؤلاء يقول لها ممنوع نروح على مطرح حتى المفتي لحتى يجي وياخذ قرار فيكم. تعال هنا يا اخي، تعال هنا. طيب احنا بدنا نعرف انتم يا اخي نحن بدنا نحمي حالك، انت بتحمي حالك ونحن نحمي حالنا. لا جيب لي اثبات وخلص يا اخي. قال لك بس يجيب التليفون، ما بيروح تليفون. امشوا على سماحه المفتي، اهلا وسهلا، خذوا التليفون. فالمفتي جزمته على راسه، ايه رايك؟ هذا الحكي ما في عندنا جزمته على راسه وفقر الناس يعوب الشغل وعوز الناس وعم بتحاول تشوف انه هؤلاء الناس مستضعفين ما بيعرفوا شيء، بتقول له خذوه هديه طبعا وببسمه وكذا. انت مفروض ان تبين لهم ان هذه كتب نصرانية لغير دين الإسلام، عرفت كيف؟ ولا يجوز للمسلم اقتنائها. بعدين أنت بدك واحد والله عجبه دينك ثم نقله، أما تستغل. هذا اسمه استغلال يا إبراهيم، هذا اسمه استغلال. أنت الآن ماذا تفعل؟ تأتي بالهدية بالبطانيات بالبسمة بالوجه الطلق وسنعطيكم وسندعمكم ولكن خذوا هذه قصص الأطفال، اسأل الناس، خذوا هذا الإنجيل. اسأل الناس، هذا استغلال يا إبراهيم، لا يجوز. اسأل الناس، اتق الله يا إبراهيم، اسأل الناس، ما يجوز هذا الكلام أنت عم تعمله. اسأل الناس. أنا عارف مش بالإكراه، أنت حطيت لهم مسدس براسهم، بس أنت تستغل جهلهم وضعفهم. طب أنا عندي مخيم، اسمع، أنا عندي مخيم منظم. هل أتيت إلينا لأنك تعرف أن هؤلاء لا يعرفون ماذا يحملون؟ إحدى النساء قالت لي أعطوني هذه هدية لا أعرف ما هو، وهذه قصة الأطفال من أجل التسلية. أنا أقول لهم ماذا يعني يفعلون قبل أن ينامون، وتبدأ تقرأ على الأطفال وهي لا تدري ماذا تفعل. هذا استغلال وغش، وهذا كذب وافتراء، وليس هذا من أساليب الدعوة أن تستغل جهلهم وضعفهم. على كل حال نحن أوصلنا صورة إلى سماحة مفتي زحل والبقاع الشيخ خليل الميس، وقلنا لهم ماذا تفعلون أنتم، وعلاقتهم أصبحت به. نحن ما على الرسول إلى البلاغ، وراجعوا المفتي، تاخذ هاتفك من عند المفتي وبتقول له أنتم من أي منظمة. أعطيني رقمه عشان آخذ هاتفي من عنده. روح مفتي زحل والبقاع، أزهر لبنان فرع البقاع، معروف. شيخ خليل الميس، مفتي زحلة والبقاع، مفتي الزحلة والبقاع كلها. شيخ خليل الميس. مين عم بيعطيكم اياه؟ الأمم. الجمعية المصرية. أي لجنة؟ لجنة مصرية. ليه؟ وما أعطونا شيء. أعطونا جوز جرابات كلسات، ضحكوا علينا بكلسات. لاحظ ضحكوا علينا بكلسات أحكي علم. كلمة. انظروا يا مسلمون يا أهل القرآن، هنا جماعات نصرانية توزع جرابات فقط على النازحين السوريين، يستغلون فقرهم ويسلمون لهم كتب عن النصرانية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.